وكنت نايم جنب حد وفجأة سمعته بيقول كلام مش مفهوم، او بيضحك او بيزعق وهو نايم. اكيد اتخضيت، بس يا ترى ليه في ناس بتتكلم اثناء النوم؟ وهل ده طبيعي ولا ورا حاجات اغرب؟ ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك، وتعالوا نعرف الحكاية. في بنت اسمها ريم كانت دايما بتنام بدري عشان تصحى للشغل، لكن بدأت تلاحظ ان اختها منى كل يوم بتقول كلام غريب وهي نايمة. مرة بتضحك، مرة بتعيط، ومرة كانت بتقول هاتوا الشنطة بسرعة. ريم خافت وفكرت ان اختها ممكن تكون مسكونة او في حاجة مش طبيعية، وفضلت تتأمل وتراقب وتدور ورا الموضوع. وبعد ما سألت دكتور نفسي قال لها ان ده مرض اسمه الكلام اثناء النوم، وده بيحصل لما يكون المخ في مرحلة نوم خفيفة، وساعتها بيبدأ يعبر عن اللي جواه، سواء توتر او فرحة او مواقف حصلت على مدار اليوم. يعني ببساطة الناس اللي بتتكلم وهي نايمة عقلهم لسه صاحي بطريقة غريبة، وبيفرغ اللي جواه بالكلام بدل الأحلام. يعني في ناس بتحلم وناس بتتكلم وهي نايمة. ولو وصلتوا معايا لحد هنا فضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك. كانت معاكم جدة ملك. كومنت جميل منكم في الصلاة على الحبيب. وعايزة أقول لكم مش كل حاجة غريبة تخاف منها. أوقات العقل بيشتغل وهو نايم وبيتكلم عن حاجات احنا مش مدركينها واحنا صاحيين، وبدل ما نقلق ممكن نفهم ونطمن. وفي النهاية العقل ما بينامش أبدا حتى وانت مغمض عينيك. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.